فيش اند شيبس في البيت، السمك بطبقة كريسبي وخطيرة، وكمان البطاطس مقرمشة وطعمها يجنن. لازم تجربوا وصفة النهاردة. سامعين صوت القرمشة؟ وهنبدأ بالبطاطس. غسلتها طبعا وقطعتها، ما تقطعوهاش رفيع قوي، وبسلقها حوالي 3 دقايق في مية سخنة بتغلي. هطلعها وبعد كده هصفيها كويس، وهبدأ اقليها عادي جدا على البوتاجاز في الزيت عادي. ممكن كمان ادخلها الاير فراير لو حابين، بس انا عايزة اقليها عشان تاخد قرمشة حلوة قوي. زي ما انتوا شايفين واخدة لون وقرمشة حلو جدا، وكمان مش شاربة زيت كتير خالص. الطريقة دي حلوة قوي في البطاطس. بعد ما هخلص كل الكمية، انا في الاول بخلص البطاطس كلها وبعد كده ببدأ اقلي السمك لانه ما بياخدش وقت كتير. خلصت كده كل الكمية، وهنا معايا بولتين، واحدة حاطة فيها دقيق عادي، والتانية هحط فيها كوباية من الدقيق وعليهم كوباية من النشا. مقدار الدقيق لازم يبقى نفس مقدار النشا، نفس المقدار. بعد كده معلقة من البيكنج صودا ومعلقة من البيكنج باودر. والتوابل اللي هستخدمها النهاردة توابل بسيطة، طبعا حابين نقلل الكميات اوكي تمام. ملح، فلفل، كمون، توم بودرة، بابريكا مدخنة. هقلبهم كده تقليبة مع بعض، وبعد كده هضيف عليهم اخر مكون، هي المية الفوارة. دي موجودة حاليا في كل السوبر ماركت تقريبا. هضيف المية الفوارة. انا استخدمت كان واحد، ويفضل ما نحطوش كله، حطوا كان الا ربع تقريبا، علشان انا لما حطيت الكان الكامل حسيت ان الخليط بتاعنا سايب شوية، ومش ده القوام اللي انا عايزاه. انا عايزاه يتقل شوية كمان، فزودت شوية دقيق. هنا خلاص بعد ما ظبطت الخليط بتاعي محضره السمك. انا مقطعاه، استخدمت فيليه قشر بياض مقطعاه بالشكل ده، وتبلته الاول ملح وفلفل وتوم كمان، وسبته في التتبيله شويه. بعد كده بنحطه في الدقيق، وبعد كده على الخليط اللي احنا عملناه، وبنقلبه كويس في الخليط. عايزه عليه طبقه كده تمسك كويس قوي من الخليط. بعد كده على النار، هاخده على النار وهقليه عادي جدا زي ما بقلي اي سمك. زي ما انتوا شايفين الطبقه لازقه وماسكه كويس قوي على السمك بتاعنا، ومش ابدا ابدا مش بتفك في الزيت. مقدار مظبوط جدا جدا. الزيت في الاول بيكون عالي عادي خالص. بحط السمك بتاعي، وبعد كده بقلبه على الجنب التاني، واستنى شوية وهدي النار واسيب السمك يكمل سوا. والوصفة دي تنفع مع انواع سمك كتير، واهم حاجة طبعا يكون فيليه. ولو استخدمنا سمك ارفع شوية هيبقى احلى كمان وهيستوي اسرع. بعد ما قلبته على الجنب التاني زي ما انتوا شايفين واخد لون حلو قوي، هطلعه ومقرمش ومستوي. طبعا خلصت كل الكمية، وبعد كده هقدم طبقنا مع سلطة. هكتب لكم كل مكوناتها، او الدريسنج بتاعنا النهاردة هكتب لكم كل مكوناته تحت الفيديو. خطيرة، لازم تجربوها، هتعجبكم قوي. ولو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناة. ولو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا له لايك وشير لكل حبايبكم.